مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية. شغلتنا قايمة على اني اقول لك الخبر الجديد، اطلع اقول لك خبر جديد. هو مفيش جديد، هي نفس الغلاسة والرزالة، هو نفس الموقف، مفيش حاجة بتتغير. اي حاجة في الدنيا بتتغير، اي فرقة مرة تكسب ومرة تخسر الا الاهلي والزمالك. فجأة الاهلي النهاردة قرر يبقى فريق بطولات، قرر انه يبقى فيه الروح بتاع الفانيلا الحمراء، قرر ان كل اللعيبة اللي فيه تبقى عظيمة، قرر ان الجمهور بتاعه يبقى جبار، قرر انه يعمل كل الاشياء البايخه الرذله الغلسه اللي ما فيهاش انسانيه، اللي ما فيهاش لذاذه، اللي ما فيهاش عداله. فرقه بتكسب برجلين الزمالك، يعني هم جايبين 3 اجوان الزمالك اللي مديهولهم، حسام عبد المجيد هو اللي مدي الاجوان ومضيع بينالتي. فالنهارده الاهلي لم يفعل شيء، الاهلي خد الحاجه اللي هو دايما ياخدها، والزمالك خد ايه؟ الحاجه اللي هو دايما بياخدها، النكد والهم. يا جماعه عايز بس اقول لكم على حاجه بشويش كده عشان جمهور نادي الزمالك كمان ما يتنقطش زي ما انا هتنقط. انت بتلعب قدام فرقه فيها 5 6 سوبر دوبر جامبو بلايرز، تريزيجيه، امام عاشور، بن شرقي، انت بتلعب قدام فرقه طاهر فيها لعيبه سوبر. الفرقه دي يا جماعه منزله لعيب اسمه زيزو كابتن منتخب مصر يلعب اخر 5 دقايق ب 80 مليون جنيه عشان يلعب 5 دقايق. ما انت كمان بتلعب مين؟ انت بتلعب فرقه عندها سكواد، عندها لعيبه، عندها امكانيات، عندها فلوس، وانت غلبان بتكمل المرتب لاخر الشهر. هل انا كنت فاكر ان احنا هنكسب النهارده؟ ابدا. انا سجلت بايدي قلت لكم النهارده مش هنعرف نكسب. انما هو فين العدل؟ يعني هو فين فرقه ما لعبتش الموسم كله؟ هو الاهلي ده لعب بنكله السنه دي ولا الهوا؟ هو الاهلي ده فريق كويس السنه دي ولا ليه لازمه؟ هو الاهلي ده عمل اي حاجه السنه دي ولا نعرف حاجه؟ كل اللي عمله الاهلي انه لعب ماتش النهارده، بس ماتش النهارده. وكالعاده دايما كل الماتشات في الدقيقه 15 16 17 18 اول ما يبتدوا يولعوا النور كل الكلام اللطيف ده الاهلي يجيب جول. اي ماتش للاهلي والزمالك عامل كده، اي ماتش لازم الاهلي يتقدم ثم يتقدم ثم يتقدم وانت تتاخر ثم تتاخر ثم تتاخر. هو ده دوري؟ هو ده ينفع؟ هي دي منافسه؟ هي دي كوره؟ هو حاجه ينفع عامله تبقى عامله كده طول الوقت ان الاهلي يكسب ثم يكسب ثم يكسب؟ يا جماعه في فرقه تجيب جونين من كورتين راجعين من الدفاع، في حاجه كده في الدنيا؟ ماتش سوبر، كل الكور. ليه الاهلي لما بيهاجم الزمالك يبقى مفتوح، وليه الزمالك لما بيهاجم الاهلي مقفول؟ شوف كل هجمات الاهلي طالع ب2 ب3 ب4 كانه راكب طيارات F-16. الملعب كله مفتوح، فتريزيجيه يلعب كده وبن شرقي يلعب. يا جماعه بن شرقي جايب جون كره شراب، كره شراب اللي هو عامل كده. روح يا خد ادي الكره اهو. الكره بتجيله ازاي؟ جات له منين؟ الجونين اللي قبل كده جم ازاي؟ جم منين؟ فالاهلي بيطلع الطيارات طالعه الF-16 الF-35 كلهم طالعين والملعب مفتوح كده. الزمالك بقى لما وترقيصه على راي علاء الحمول الله يرحمه، لما وترقيصه قال له انت بتنشن فيه يا راجل. الزمالك ياخد الكوره ويجري يجري 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 ويسيبها هناك ويرجع، يجري 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 ويسيبها هناك ويرجع. هو في حاجه كده يا جماعه؟ فرقه ما عندهاش واحد. احنا وصلنا لمرحله انه بينك وبين الجون 4 ياردات والعيال بقت خايفه تشوط.
يعني انت واقف عند الجون، لا في الاهلي بقى بيشوط في اي حته من اي مكان من اي، ما هو عارف ان الحظ معمول له، هتخبط في واحد وتدخل، هتخبط في ايده وتدخل، هترجع وتدخل، حظ لا يتوقف. قولوا لي بالله عليكم ماذا فعل الاهلي اليوم؟ يعني انا عايز حد كده يطلع يقول لي لا بس الاهلي النهارده بقى كان، قول لي كان عامل ازاي، او كان في ايه، او ايه الشيء العظيم اللي عمله الاهلي؟ لا شيء. ومع ذلك انا احيي النادي الاهلي بفوزه وتقدمه 3-0. على فكره يا جماعه، الاهلي بالنسبه له والاهلاويه كلهم يروح الدوري ويروح الكاس وتروح الكونفدراليه، بس ان هم يكسبوا الماتش ده وينكدوا على عمرو اديب، ده مزاج، ده اكسلانس كده. مصر انا ماشي في الشوارع النهارده الناس كلها يا عم في ايه، استنى هنكسب يا عم طب إيه يعني، انا مالي؟ فانا ملاحظ انه الموضوع كمان تحول الى مساله شخصيه جدا، مش شخصيه تجاه عمرو، لا تجاه نادي الزمالك. هو احنا مش هنلعب الدوري كله؟ احنا مش هنجيب احنا هنجيب لعيبه بالمليارات بس ما يلعبوش حاجه؟ الاهلي يبقى ضعيف، الاهلي يبقى تعبان، الثلاث مدربين اللي قاعدين في البيت بيقبضوا مرتبات بالدولار على حساب ميزانيه النادي الاهلي، انما ات ذا اند اوف ذا داي احنا ننكد على الزمالك يوم الزمالك. يا جماعه النهارده انا بتفرج على شيء غير طبيعي وغير منطقي. يعني انا قاعد اقول طب ازاي دي وازاي، والبنالتي يعني في فرقه يجي لها في الموسم 15 بنالتي تضيع 8. ده انت ما عندكش لعيبه خالص. يعني انت اللي انت وصلت له ده، انت واصل بمعجزه، انت واصل ببركه دعاء الناس. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ كمل انت بقى الماتشين اللي باقيين دول، سموحه وسيراميكا مش كده؟ والاهلي باقي له ايه؟ باقي له المصري وسموحه، صح؟ طب اتفرج على اللي هيحصل، واتفرج ازاي ممكن الاهلي يروح واخد الدوري من الزمالك ومن بيراميدز ولم يفعل شيء ولم يلعب شيء، ويجي يقول لك ايه؟ لا الاهلي نادي عظيم، نادي جبار. مش حرام اللي بيجرى ده يا جماعه؟ انا تعبت، انا بجد تعبت. هو مش من جد وجد ومن زرع حصد ومن مش عارف ايه عمل ايه. ده نادي قبل الماتش ده، النادي ده قبل الماتش ده بيقولوا لازم نمشي رئيس النادي. يعني بيتكلموا انه الاسطوره محمود الخطيب لازم يمشي، ويقول لك روح ايه؟ روح مين؟ ده انا روحي اللي طلعت. يقول لك روح ايه؟ هو ده نادي عنده روح؟ بقول لك النادي ده لاول مره في تاريخه وفي اول مره في حياته يبقى في ناس بتتكلم ان محمود الخطيب لازم يمشي. فالنادي اللي بيقول محمود الخطيب، اللي جاب لهم كل الدوريات ديت واللي اشترى كل اللعيبه دي بالمليارات، فجاه بيقول لك لا الروح عاليه واحنا ما عندناش مشكله. اصل روح الفن، روح ايه؟ روح مين؟ اروح انا فين؟ هل ده يعقل؟ هل ده شيء عادي؟ وايه النادي اللي احنا محتاجين دكتور نفساني؟ نادي الزمالك ده محتاج دكتور نفساني عشان يقعد مع اللعيبه يكلمهم يقول لهم يا جماعه دول بني ادمين. الشحات ده الشحات ده يا دوبك قاعد على يعني حاطين له كانيولا يعني اللعيبه اللي موجوده، طاهر محمد طاهر ده يعني المفروض من ايام ما حطت الكاسيت على ودنه خلاص المفروض الراجل خلص. كابتن تريزيجيه ده يعني انتوا شايفين يعني يا دوبك الراجل بيكمل معانا وان شاء الله ما هنشوفه في كاس العالم. يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ كابتن زيزو عامل القصه بتاعت ماتش الزمالك ونازل اخر 5 دقايق، اغلى لعيب في النادي. فانتوا بتتكلموا عن مين وعن ايه وازاي؟ في النهايه قول لي ان اللي حصل النهارده ده منطقي، قول لي انه هي دي المقدمات التي تؤدي النتائج، قول لي ان الاهلي يستحق كده، قول لي ان الاهلي فريق جبار يستحق ياخد الدوري. الاهلي طول عمره
هيفضل طول عمره بيكسب الدوري عشان كل الفرق التانية أسوأ منه، مش عشان هو أحسن منها، مش عشان هو عظيم. وراه جمهور عظيم طبعا، 60 70 مليون واحد ورا النادي الاهلي. ليه؟ لانه اغلبهم اتربوا على ان هو ده النادي اللي بيجيب. فقال له لما يجي يطلع يلاقي ابوه بيشجع النادي الاهلي، اصل الاهلي بياخد بطولات فانت مع المكسب. احنا بس الوحيدين. انا مش عارف انا ليه عملت في نفسي كده. يعني انا بجد بقعد ساعات افكر، طب انا لو كنت اهلاوي من الاول كان ممكن يجرى ايه؟ يعني كان ممكن يكون في ايه في الحياه افضل من كده او احسن من كده. ارجوكم ما انبسطوش قوي ان الاهلي كسب، وارجوكم ازعلوا قوي ان الزمالك خسر.